السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت النهاردة بقى شوية حواشي اسكندراني جامدين قوي، وجربت كمان خلطة المفروم من كنور. يلا على الطريقة عشان نشوفوا العظمة دي اتعملت ازاي. معايا هنا 400 جرام من اللحمة المفرومة، وكيس خلطة كنور، خلطة المفروم من كنور. الكيس دوت عامل 16 جنيه. تمام. معايا حزمتين بقدونس، ومعايا 3 بصلات كبار. البهارات بتاعتي ملح، فلفل اسمر، رشه صغيره من الشطه، وقرنين فلفل سبايسي. تعالوا بقى هنا كده نيجوا معايا نص كوبايه ميه عشان افضي فيها كيس الخلطه من كنور، كيس خلطه المفروم من كنور. بصراحه كيس حلو جدا. زود لي فعلا الكميه، هيعجبكم قوي قوي. هبتدي ان انا اقلب كده في المكونات دي مع بعض، وهسيبها مع نفسها كده عشان هي هتنفش، يعني هتديني كمية في الكوباية اكبر. تمام كده، تمام كده. هشتغل بقى في المقادير بتاعتي كده على بال ما الخلطة دي تنفش معايا وتديني العجينة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. هاخد هنا بقى كده البصل هنزله على اللحمه المفرومه، وهنزل معاه البهارات اللي عباره عن ملح، فلفل اسمر، كمون. ولو عندك جوز الطيبه هتنقل معاكي الطعم في حته تانية خالص. وبعد كده هبتدي انزل بالبقدونس. كل خطوه هعملها لازم اقلب الخليط كويس جدا، يعني اللحمه المفرومه والبصل والبهارات هعجنهم مع بعض حلو قوي عشان تاكلوا احلى حواوشي. تمام كده، عشان بيديكي تطعيمه حلوه قوي للاكل. هضيف بقى دلوقتي البقدونس بالشكل اللي انتوا شايفينه. دول 3 حزم صغيرين من البقدونس. تمام كده، برضو بيديكي كمية كويسة جدا. وهبتدي برضو اخلطهم كلهم مع بعض. وبعد كده بقى هنيجي للخلطة بتاعتنا اللي سبناها 10 دقايق. هبتدي احط الخلطة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، نفشت كده في الكوباية وطريه خالص، وبرده ريحتها حلوه قوي. واهم حاجه ما تقفريش في التوابل. يعني انا هنا حاطه في اللحمه المفرومه بس ملح وفلفل اسمر ورشه جوز الطيب بس. بصوا هنا كنت بوريكم سمكها عامل ازاي اهيت. بس بجد كيس الخلطه حلوه قوي وبيفرق في الطعم ما شاء الله يعني، وادى معايا كميه حلوه جدا. تمام. هنا كنت بشيل قطعه كده صغيره من اللحمه المفرومه عشان عندي اطفال ما ينفعش ياكلوا عليه فلفل. تمام. وهبتدي اضيف الفلفل اللي انا مقطعه اهو كده زي ما انتوا شايفين، وهدي واحده تقليبه كمان عشان كل الخليط بتاعي يمتزج في بعضه اهي. بصوا اهيت. وهنا كنت بوريكم اللحمه المفرومه بقت قد ايه معايا، عملت معايا كميه قد ايه. ده ربع كيلو لحم، 400 جرام لحمه مفرومه، يعني ما وصلتش للنص كيلو برضو. تمام، لان بيبقى اللحمه المفرومه عندي في التلاجة فبطلع منها. فده بالظبط 400 جرام من اللحمه المفرومه. وهوريكم بالظبط عمل معايا كام رغيف من الحواوشي. هنا بقى حشيت العجينه بتاعتي كده باللحمه المفرومه، وهندخلوهم على الفرن على طول. شايفين بقى ما شاء الله شكله في الفرن حلو ازاي، حاجه كده جامده قوي وتفتح النفس. احلى حواوشي اسكندراني هتاكلوه وتدقوه بالخلطه الجامده دي. قلت بقى ايه، افتح معاكم بقى كده رغيف من الحواوشي. هنا كنت بوريكم عمل معايا كام رغيف، ما ربع تنسونيش كيلو. باللايك كان عامل معايا في القناه، بالظبط 15 واهم حاجه رغيف. الكومنت الحلو اللي تمام، بيشجعني. 15 رغيف اللي هو النص دوت كده. كل دوت من خلطه المفروم من كنور. هفتح بقى كده معاكم واحد من الحواوشي عشان تشوفوه قد ايه مليان من جوه، وقد ايه كان طعمه حلو قوي وريحته كانت خطيره. شايفين ما شاء الله. بصوا الساندوتش الحواوشي مليان وحلو، وطعمه كان حلو جدا. وجنبه بقى طبعا شويه مخلل، شويه شيبسي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.